اتفقنا قبل كده ان كل واحد فينا عنده شبكة بيستقبل عليها الكلام. الشبكة دي اللي بيفلتر كل الكلام اللي جايله من بره على اساسها، والشبكة دي بتبقى داخل فيها حاجات كتير زي التربية والطريقة اللي بفكر بيها، الكتب اللي قريتها، الحاجات اللي اتعلمتها، نوع القنوات اللي بقعد اسمعها، السوشيال ميديا، المشاكل اللي بتحصل، الكلام اللي بسمعه من الناس اللي حواليا. بعض كلام بتبقى زي ستاندرد كده في الحياة، كل واحد عنده المشكلة دي سمعها كتير، زي انه حد يقولك انت تخينة او انت تخين، انت بضب، شعرك وحش، بشرتك وحش، انت لونك اغمق من اخواتك، انت شكل جسمك وحش، اصل انت عندك ستريتش مارك، اي حاجة من الحاجات دي. فكل الحاجات اللي احنا بنسمعها كتير دي بتبقى محفورة في ذاكرتنا، ما بنبقاش واخدين بالنا ولا عارفين. يجي حد بقى يتبرع يتكلم عن نفس الموضوع ده في حاجة تانية، زي حد مثلا يشاور على حاجة ناقصاك فيه ويلبسها المشكلة اللي عندك، زي انت عمرك ما هتتجوزي عشان انت بضب، انت شعرك اكرت مع انه دلوقتي بيتعمل كارلي، انت تخينة علشان كده ما اتجوزتيش، انت بتاع امك علشان كده انت فاشل في الشغل، فاشل في العلاقات، فاشل انك تعمل علاقة مع حد وتتجوز، انت اصل انت دلوعة اهلك علشان كده انت مش عارف تتحمل المسؤولية. كل دي كلمات الناس بتربطها اللي حوالينا ببعضها، يقوموا ياخدوا الحاجة الناقصة مع الحاجة العيب الظاهري اللي احنا ملناش فيه. دي حاجة ملناش فيها، شكلنا، مناخير الطويلة، بقي صغير، شعري المكتكت، دي حاجة احنا ما تحكمناش فيها. يا عزيزي ما تشربش كل اللي يتقال حواليك. ليه؟ المشكلة مش فيك، خصوصا الحاجات اللي ما انتش متحكم فيها. كل اللي انت تقدر تتحكم فيه الجمجمة دي واللي داخل فيها. مليش حد يلبس حاجة في حياتك المشكلة اللي عندك علشان يكمل الناقص ويديها سبب منطقي ان انت لا اتجوزت وفشلت او ده اذا افترضنا فكرة الفشل وانه ده مش احسن وضع ليك مثلا، وانه ده مش احسن حاجة حصلت في حياتك لبعض الناس. سنة الحياة، بس مش كلنا ينفع نعيش فيها، لان مش كلنا نافع نكون زي بعض. فصص الكلام اللي جايلك من بره علشان محدش يلبس عندك حاجة هي مش موجودة عندك، او يلبس لك حاجة في شخصيتك على حاجة براك، حاجة اساسية موجودة في شكلك على حاجة جايلك من بره او حاجة بتحصل في حياتك، من غير ما تقعد تفصص ايه اللي بيجرى فعلا. هو ايه السبب المنطقي لدوت؟ ايه السبب الحقيقي ان انا مش عارف اعمل علاقات؟ ايه السبب؟ ما يمكن انت مشكلة ان انت سيلفي سنترد وعايز الناس كلها تدور حواليك، وتبقى دي مشكلة العلاقات، لا مشكلة ان انت بتاع اهلك ولا مشكلة مش عارف ايه. في حاجات ليها علاقة ببعض، بس فصص الكلام، اتعلم توسع خلقك، اتعلم تدور على حد يساعدك ويكون بيفهم. انا بصمم دايما انك تكون لما تيجي تسأل، اسأل حد بيفهم ارجوك، لانه الناس هتلبسك في الحيط. مش دايما اللي بيتقال لنا صح، ومش دايما اللي بيتقال لنا غلط علشان نحكم عليه لازم نفصصه. ما تخليش حد يلبسك مشكلة في شخصيتك او في شكلك على حاجة جاية لك من بره او حاجة انت متحكم فيها. سلام، واشوفكم الحلقة اللي جاية.